بص يا استاذ، اتفضل. انا حظي قليل في الدنيا. ليه ربنا بقى؟ رزقني بكوست زيك حيطه، ابص معاك فوره تجيلي. ترد تاني؟ اه طب ما دي حاجه حلوه انها بتجيلك. ويا اسطى، ما انا كل مره بنبسط بقول لك بعض. نتكلم في ايه، انت مش عايز تتكلم في حاجه. طب انا هكلمك النهارده في الانشطار الميتوزي وكيفيه تاثيره على السمنه اللي في اللبن الفلاحي. تعالى نتكلم عن الانشطار الميتوزي. ماشي يلا كده ابتدي الحلقه. صباح الخير. صباح الخير يا بيه. عامل ايه يا الانشطار الميتوزي. لا مش انشطار الميتوزي، ايه احنا بنهزر. هو فعلا في فتره يعني مش في فترات، ده اكيد ده هم عند اي حد بيحاول يصنع محتوى ان هو ما بيلاقيش محتوى. بس هو موجود كتير يعني. فاين هو المحتوى؟ هل هل معلش بس نبتديها لغه عربيه فصحى. في الناس اللي بتعمل محتوى دي، هل ده محتوى؟ يعني هل انت تظن ان هذا محتوى؟ في ناس بتعمل، ما في ناس نظيفه، ناس بس هل بتعمل. الاغلبيه هل ده محتوى؟ بص يا بيه، في ناس بتعمل محتوى الدائم. انا عندي مواعيد. دايم ايه يا انا اسطى؟ عندي بيقول لك انا عندي مواعيد. كان زمان اول ما ابتدى في كائنات كده، اول ما ابتدت كان بيقول لك صراع اتنين كريب، اللي هاكل اتنين كريب ماشي هيكسب، ده. واللي هيخسر بط هتبوسه. بيتكتب ايه ده؟ الكلام ده مكتوب على فكره. يعني ما هذا المحتوى؟ ما هو لو عندي حلقه انزلها كيف مش تفرق. جئتم بهذه الافكار اللعينه؟ اي بط هينزل مش مشكله، بس هو لازم حلقه تنزل من دلوقتي. اين اتى اليكم الوحي؟ هو لازم نذبح بطه النهارده، فهنعمل ايه؟ يلا نسجل حلقه. لا طبخين ايه النهارده؟ بط. يلا حلقه على البط. ماشي. الفكره ان الحاجات دي بتجو فايرال. الناس دي انا عايز اعرف، الناس اللي بتتفرج على الكلام ده، هل انتم بتبقوا واعيين، ولا انتم ممكن تكونوا بتخشوا عشان تضحكوا من كتر من فرط اللذه؟ فتره عارف الحاجه تبقى قوي لدرجه ان انت تضحك، انت بتضحك من الالم. ما هو المشكله مش فاهم بيخشوا بيضحكوا على ايه. تعذيب زي الجوكر كده، زي هارلي، داخلين يتعذبوا نفسهم. زي هارلي كوين لما هي بتضحك. أيوة. بتتعذب. هم بيتعذبوا يعني فانت بتحاول بيحبوا يتفرجوا على الام الاخرين. فهو داخل يتفرج على واحد بيتضرب فرخه، واحد ايه ده؟ انتوا بتتفرجوا على ايه؟ وبمناسبه الموسيقى دي برضو، ما هو اللايفات بتاعت التيك توك بقى ده المازوخيه. اصوله. انت داخل تهين نفسك عشان تبقى مزوق. انت بتحب يا ابني تتهن؟ كبس كل ده عشان شويه فلوس؟ يا نهار اسود. الفلوس جننت الناس فعلا. حته ورقه لعينه تتحكم بالعالم كله بالعالم. مش هقول لك برضو على فكره، بدايه اللايفات الهبله بتاعت مصر دي، اللي هو بتاع ده، كان في ناس اجانب بتعمل لايف، يقول حاطط منيو جنبه كده، الورده بمياو، مش عارف ايه بيعمل ايه. مياو هو اللي بيعمله، هو بيعمل مياو وفي واحد نايم وبرضه عشان عامل نفسه نايم، وفي الارمات بقى. ما هو المحتوى بتاعه ايوه الالارم عالي، المفروض ان هو يصحى، فهو ما بيصحاش، وهكذا لغايه ما هو المحتوى على حاجه. أيوة. فتصحيه، هو بيعمل بس. طب ما ده على فكره ده محتوى. اهو ده اللي تقولته، ده محتوى في ايه بقى؟ ده ان انت هو شحاته، ده فراغ من هو ده محتوى الشحاته الفعلي. بس ما تنشي نفسك، ما تقدرش تضرب. هو طالع بيقول لك انت هتديني ورده هطلع في المايك. لا. فهو عمل اي حاجه، فاهم قصدي يعني. أيوة. في حاجه مقابل حاجه. بس انا التاني داخل يتفرج على واحد بيتهان. طب انت استفدت ايه؟ كابتن، انا مش راكن الفيل بره، انا مش نازل اشتري كيس هوا. مش قصدي يعني واحد هيقدم لك صفاره، هيفسرك في المايك زي ما بقول لك، هيعمل لك حاجه فانت بتقدم له حاجه. ماشي، بس انت مش هشتري كيس هوا. ايه كيس الهوا اللي انا بشتريه ده يا حبيبي؟ افهم، الشخص التالت ده استفاد. انا استفدت، الواحد هيسمع الشخص ده بيعمل كذا فاديت له ورده. التاني يشوف اتنين بيضربوا بعض او بيشتموا بعض او كبس او يعمل، فانت ما استفدتش حاجه. انت شفتهم الاتنين بيتهانوا. فانت حلبات مصارعه رومانيه زمان ايام الرومان. ايوه كانت بيبقى حلبات المصارعه كده، وينزلوهم ويقعدوا يضربوا بعض، اسود ونمور، ويقعدوا يضربوا هي نفس الفكره. وهي دي كانت نفس الفكره بتاعت كده بتاعت دلوقتي. هل احنا دلوقتي في عصر الرومان بس في السوشيال بقى؟ ده الناس بتهين بعضها في السوشيال. هل هي وصلت للدرجه دي؟ هو حاجات غريبه. المال بعيدا عن اللايفات بقى، المحتوى ذات نفسه بتاع الناس. ما هو المحتوى بتاع الناس الجميل بتاع الناس. تعالوا نعمل واحد اندومي واترسه شطر. تعالوا نعمل واحد اندومي وفاض عليه برطمان الشطر. الواد ده جدع، وجايز يكون يستاهل الدعم شويه، عشان هو واقف في موقف فعلا وبيعمل الحاجات. تمام.
بس بالراحه يا عم فارس. مش كل هو شويه نترس شطر ترس شطر. هو اكيد مقنن وضعه وكل حاجه تمام، ورقه تمام وكل حاجه، فاكيد مظبط حاله يعني، مش بس وبيدي اندومي بالقسط كمان ده زي الفل والله. بيدي اندومي بالقسط، لازم وصل نور ووصل غاز والله وصوره بطاقه وضامن، وبيقسط على فاليو ولا ايه؟ وهتمضي على وصولات امان عشان تقسط اندومي ب 12 جنيه. على فاليو كده؟ اندومي جمبري. لا 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 الدرجات. فارس العصب، اخوك فارس العصب جدع جدع يعني، بيقسط الاندومي. تقسيط 12 كان جنيه. قال له في مره واحد قال له في مره بيقول له هو انت لو اتقدمت لواحده هتقول لها انت شغال بتاع اندومي؟ قال له لا يا صاحبي، بعمل شاي وقهوه ونسكافيه وكوفي ميكس. والله الواد ده عسل فشخ. الواد لا هو عسل، هو فاهم، هو شكله غريب شويه بس هو يعني ما هو الكونتنت ده حلو، الكونتنت ده حلو، هو طالع يهزر. غلبان ما هو ده افضل حاجه انت تطلع تهزر، غلبان. زي الشاذلي، ما هو بيطلع برضه في الاول وفي الاخر هو بيهزر، بس هو اندلعت حرب في هذه الفتره من عصرنا الجميل. ماشي، هو حرب الملابس ما بين محلات الملابس. الشاذلي وقرشي والراجل الجديد بتاع سبايدر مان، الراجل الجديد بتاع سبايدر مان تيريت تيريريت تيريت تيريريت تيريت. وعملنا سبايدر مان. لا عملنا سبايدر مان. انا شفت الفيديو بتاع اللي هو سبايدر مان نفسه، اللي هو راكبينه على الفيلم واقف بعدين خابط على دماغه. مع تدخلات بقى في هذه الحرب. يعني الحرب في الاول كانت الشاذلي في مقابل الافريقي، انت هادي يا تخين يتخانقوا مع بعض. ففي مقابل الافريقي تدخل بقى واحد تاني اسمه قرشي، وبقى ده مع ده وده مع ده. ايوه بقت في حرب عصابه. عارف انت على فكره هي حلوه. فاكر لعبه سترونج هولد لما كنت بتروح تعمل تحالف مع انت بتحالف مع الشخص؟ بس هو حلو حلو عشان تبقى فيه ملابس رخيصه والله. وتدخل الاستاذ ده تعتبره ابو الروح. لا ده اعتبره مثلا ايه، قائد المغول مثلا. ايوه الاستاذ جلجل ابو الجلاجل. مين جلجل ابو الجلاجل؟ شاب جديد، شاب الشياكه، جلجل ابو الجلاجل. بوريك جلجل ابو الجلاجل اللي بيقعد يتشقلب يعني ده في الهواء. الراجل كده قرع ايوه شقلب مرتين ثلاثه كده. ده لا اقرع كده وبيقعد يتشقلب بعض. ايوه ويقعد ينافس الافريقي. انتوا بتنافسوا بعض. انا عاوز اعرف انتوا اللي بيتكلموا السويسي. هو عمليه السويسي ملابس برضه؟ لا السويسي اللي اللي في ايطاليا اصلا. الواد اللي في ايطاليا اللي متجوز في ايطاليا. ما هو السويسي ترند، فهو بيلقط في نفس الكلام. هو لازم يندي بالسويسي. ايوه صاحبي انا بشطب يا سويسي ومستنيك تعمل لي المحاره يا سويسي. انا بشطب يا صاحبي. ويمسك البنطلون يقول له شوف لي الجاكيت ده عندك في ايطاليا بكام؟ افريقي ده بنطلون. طب هل يا بارد الشغل بتاع الناس اللي هو الملابس ده يقرب للراب سين في حاجه، اللي هو شغل ان هم بيباتلوا في حاجه ثواني؟ الباتل اللي كان حاصل في الراب سين ان هم بيتخانقوا مع بعض ده، وكل شويه واحد هينزل تراك، دول بينزلوا كل واحد ينزل فيديو. هي نفس الفكره، هي نفس الفكره بتاعت الدس. ما تفضحهمش، بنعملها تمثيليه. لسه ريحه المصارعه كده. ايوه اعتبر ان اللي بيحصل حقيقي، اعتبره سيناريو. هتفاجئ ماشي. فده بيندب ده وده بيندب ده. ايه علاقه السويس بالموضوع؟ انا عاوز اعرف. ليه اي ندبه وانا عاوز. ويجي ابو الجلاجل يندب السويسي، وده يندب السويسي، وده يندب. حتى الاستاذ بتاع سبايدر تيريت ندب السويسي برضه. السويسي كان بيعرض ملابس، جاب ملابس ولا حاجه من عند. طب لا هو دخلوه خلاص، تعالى معانا انت ترند، تعالى. هو انت ترند بقى، فتعالى نتكلم عليك. انا لقيت في صفحه في اكونتات تحت باسم الافريقي بيمسي عليه في الصفحه باسم السويسي. والشاذلي برضه بيمسي عليه. يخش يقول له في الاكونت الاسطى عبد البلف اتحايل عليك كذا مره. وهو ولا هو هو ما يعرفش مين السويسي. ما عندوش تيك توك، هو عنده تيك توك بس. هو ما يعرفش مين يحيى عزام، وما يعرفش مين الاسطى عبد البلف، فهو مش فاهم الناس بيتكلموا على ايه، بس ضحك يعني. ايوه والاسطى عبد البلف زعلان منه على فكره. هيتقابلوا لا الكونتنت ده بقى بتاع حرب الملابس ده يعني ليه وانت يالا تخين، وانت يالا مش عارف ايه، وانت يالا ابو سنه، وافريقي طالع على طول في دور الشارب. ايوه مش اللحيه. معلش عشان محشوره مش هينفع اسيبها جوه، هطيح. ما هي بص يا باشا، هي بدات معاه كده
خلاص انا راجل من الزاويه وهطلع اعمل نفس ده ستايلي وانا عايش على كده، فانا هطلع اعمل كده. راجل هي جت معاه وفايرال، شكرا. ده الفيديوهات الحديثه بيعملوا جنان. ماشي، ما هو جنان. خلاص هي هتكمل بقى. الجنان بياكل عيش، هيتجنن في الفيديوهات. الملابس ويقعد يندب ويمسي ويدي ويعمل، واخواتي مش عارف منين، واخواتي مش عارف منين، واخواتي مش عارف منين، في حين ان الشخص الاخر بيعمل صفقات مريبه. بصل ومديها انا حاجه. نفسي يا استاذ شاذلي شقق وعربيات. دي الامنيه اللي كل الناس تمنتها على النت على فكره. يعني شو عربيات دي فعلا. مش اوريجينال كونتنت فور مي، يعني الناس كلها عاوزه انا بشوف حاجات غريبه جوه في عاوزه الشاذلي يبيع عربيات بجنيه وشقق بجنيه، أيوة. وساعتها انا هجري في واحد دخل، مفيش شركه هتعمل الكلام في واحد ده. دخل المحل وكان عنده تساؤل ابن كلب، مم. والتساؤل ده يعني تساؤل طلع في صلب الموضوع. مم. دخل المحل لقى فعلا زي اللي بيطلع على التيك توك الشاذلي واقف ومعاه هدوم وعمال يرمي على الناس، انا عاوز مقاسي. كابتن طب كابتن هو الفكره بيرمي ازاي؟ مش اشتري فاهم. هدوم بيبيع ازاي؟ رحتش، هنجرب اشتري هدوم ازاي؟ نروح له في يوم والله. فاهم؟ كابتن كابتن انا عاوز مقاسي يا شاذلي. هو بيرمي وخلاص، اللي ياخد بيرمي ولاد مستوى الموضوع حاجه في منتهى الضحك، يعني في فن سريالي بيحصل، عارف؟ اللي هو بالنسبه حتى اللي هيشتري، خد اي مقاس، خده وبيعه. فن سريالي، فاهم؟ كأن مجموعه البيع من بالبركه. المدمنين، كأن مجموعه من المدمنين واقفين تحت شباك ديلر، فاهم؟ وعمالين ابعت وعمالين يتنططوا في بعض عشان كل واحد يوصل يوصل الفرح لهدفه. فلا الموضوع شكله غريب جدا جدا، بس حلو والله حلو ان هم يتفاعلوا مع بعض، فاهم؟ ما هو ماشي بالنسبه للناس اللي هو انت. حلو ليهم. ايوه، وبالنسبه للناس برضو اللي بيشتروا الحاجه، يعني لو في 100 واحد اشترى تيشيرتات ماشي يعني ماشي، لو طلعوا لله يا سيدي حلو. هو كله برضه في الهوا منه، يعني كله في الهوا منه. دعايه مش بس هي حلوه، مش حقيقه، ومش هيبقى الكلام ايه، مش هيبقى أيوة، اللي هو يوفر للسوق، لا هو لا، بيوفر على قد اللي هو جابه وخلاص، آه. شكرا على كده. هو حاجه حلوه بالنسبه لي ان هو مش بيعمل دعايه، مش بيصرف. يعني انا شايف ان هو ما بيصرفش، اللي هو مش بصرف فلوس في الدعايه، لا ده انا بعمل دعايه بنفسي، اللي هو الكونتنت بتاعه هو الدعايه، فهو دي حاجه افضل. ما هو كلها بقت كده يعني. بيعمل هو الكونتنت ذات نفسه، زي اسمه ايه ده، اللي هم اللي بيلبسوا غوريلات ويلبسوا باندا ويلبسوا يقعدوا يجروا ويكسروا في الناس ويعملوا البتاع ده. ما هو برضه بيعمل دعايه برضه حلوه للاماكن دي وبتاع. أيوة. وجده الفقدان، مين جده الفقدان؟ جده الفقدان بتاع اغنيه عفروتو يا اسطى. انا اغنيه عفروتو اصلا، انا اغنيه اللي كانوا بيعملوا على اغنيه بتاع باهظه افتكرتهم. دول محتواهم حلو، بيعملوا دعايه وكلام. بيعمل دعايه بمحتوى حلو بس بقى كوميرشال قوي. وعلى فكره كرييتيف في اللي انت هتطلع. المخرج اللي معاهم هو اللي كرييتيف، المخرج اللي معاهم الايديتور اللي بيعمل الايديت على الكليبات، المخرج اللي بيصور، اللي هو الاكونت اللي هم بيطلعوا منه اصلا. ايوه فاهم؟ لا كويسين. الناس دي حلو، والمحتوى بتاعهم حلو، وبيعرفوا يشيروا نفسهم صح. بعيدا عن بقى ايه الحرب بتاعت الملابس بقى والجدال والحروب اللي بتحصل دي وسبايدر والكلام ده والبامب ايه. طب افضلهم هو الشاذلي، يعني نمبر 1 بتاعهم الشاذلي. كايه كبيع يعني؟ لا كبيع وسوشيال. لا الشاذلي كدعايه افضل واحد فيهم. انما كبيع هو هدوم والكلام ده لا ناس تانية بهدوم يعني ايه الان في الملابس والمستر. ما انا بقول لك الواد دخل قاعد طب مقاسي يا اسطى في ايه هو في الكوميرشال الحاجات اللي هي دعايه وكلام من ده هيبقى هو في الكوميرشال هو في الدعايه زي الفل. فاهم؟ تمام. سيبنا من الملابس، بيعمل الصفقات زي ما انت فاهم. سيبنا من الملابس. ما بص ايه في ايه، في السيدات الامهات. في امهات امهات اللي ضربوا فجاه، في امهات ضربوا، وفي امهات يعني يعتبروا امهات، في امهات بيعملوا محتوى محترم وزي الفل، محتوى محترم، وفي محتوى ملوش لازمه، في محتوى مش محتوى، وفي محتوى ملوش لازمه، وفي محتوى خراوي. في 3 انواع. محتوى خراوي ام ابراهيم اللي بتلبس شبكه على وشها وتجيب والنهارده اعمل لكم خرا موز بالجوافه بالرمان، وتجيب سمك منتن وتقعد تعمله وبتاع وحاجه في منتهى الشت. ما هي في واحد تاني بقى، مشكله الشت ده بينجح، بيطلع وترندي، في واحد تاني يطلع يقول لك ايه، صباع الكفته ده بقى له شهر في الثلاجه حرام اللي بياكل كل حاجه بقى لها شهر دي، ونحمد ونشكر ربنا على النعمه.
ادي صباع انا عديتها له، جاب 2 يوسف افندي معفنين برضه يقول لك بقى له شهر. وبقى لهم شهر في الثلاجه ومش عارف ايه، ومش عارف جبت لهم عظمتين في عظمتين بطه، قال لك حته البطه دي بقى لها في الثلاجه شهر. هي الثلاجه دي بقى لها شهر انت يعني انت حاطط هو هاجرها بقى لها شهر وقافل عشان تعمل المحتوى ولا انا مش فاهم. وثانيا دي مش ثلاجه، ده هو قاعد عند صندوق الزباله على الشارع والله العظيم ويجيب الحاجات دي الزباله ويطلع ياكلها عشان يطلع بيها يحاول يطلع بيها ترند ويعملها 2 في 1. حاجه في منتهى الترجيع. وده المحتوى بتاعه ان هو باكل حاجات بايته بقى لها شهر في الثلاجه. بياكل حاجات ده المحتوى بتاعه. المحتوى ابو ريحه مكون البني اللي له ريحه، الاكل الهندي اللي بيطلع برضو الهندي شيت تلاقي راجل في والله العظيم كان في فيديو الراجل بيقطع اللحمه بضفر رجله الكبير. يا لا جدع ليه ماسك اللحم بيقطعها بضفر رجله الكبير. لا الناس بتاكل، الناس بتاكل ايه يا نهار اسود والله العظيم. الناس بتاكل. وفي الراجل اللي هو بيعمل لبن عن بعد لو يقعد يلحس الكيس من تحت يا عم لا الناس دي يلحس اللبن وهو نازل لك في الشاي بتبقى بريالته. ويبيع سجاير فرد، ويبيع سجاير فرد ويبيع كروت شحن ويبيع نظارات وبيعمل محتوى على التيك توك ولابس سماعه بلوتوث طويله كده وبيقعد يلون شعره كل فتره. غريب الحاجات دي في الهند، بتلاقي الحاجات اللي بتفكرني هندي فهو فعلا. يا لهوي يا لهوي على شيت فعلا. في هندي وفي بقى محتوى صيني اوسخ منه. الصيني دول بياكلوا حاجات غريبه اصلا، خفافيش جابوا لنا كورونا في سنه بس. حاجه غريبه. طب انت تماسيح مشويه، تماسيح مشويه، قرود مسلوقه، قرود مسلوقه، قطط بروستد. هو اي حاجه فيها روح اديها مش هتفرق معاه. في راجل جاب كرشه هي الكونتينر بتاع الخرا، الكونتينر بتاع الجله. هو كان اللي جوه دي المشكله. هو طلع الجله، انا هحكم التفاصيل والناس تعرف معايا. طلع الجله حطها في الطاسه وحط عليها ميه بيدوبها بيعمل شوربه وحط عليها توابل بيعمل شوربه الجله. حط ورق لورو وحبهان. مش هتفرق الكلام ده، مش هتفرق. اكتبي ورا ست الكل ورق لورو وحبهان و2 كيلو شطه حمراء وبعد كده 2 كيلو شطه احمر من اللي قبلها. طب ده فرق ايه في الجله اللي بيعملها والله؟ يعني ما فرقش حاجه في الخرا اللي بيعملها يا عم. وبعد كده ايه مقطع حاجه زي التوفو، حاجه اسمها توفو. التوفو ده حاجه هناك بتتاكل بديل البروتين يعني واللحمه. هي حاجه خرا كده مش هتفرق، شبه الدهنه فاهم. قطعها وعمل بعد ما عمل شوربه الخرا دي حطها وحط عليها التوفو وحط معاها بقى كوسه وبطاطس بشوربه الخرا. سجل معاها. انا بقى ما يكيفنيش في الكلام ده غير طبعا شوربه خرا كده عليه شويه ايه زبل بريز من فوق. حاجه قرف والله. وتلاقيه ياكل ويقول لك برافو الاكل جميل. جميل منين يا عم؟ اقول لك على حاجه على فكره بقى اللي ظهر في الوقت الجديد ده اللي مش الصين لوحدها المقرفين ومش مش الهند لوحدها المقرفين. ايوه في اماكن ثانيه فتره وكانت بقياده الشخصيه المبجله مكه تعمل فسيخ عندنا. وانتشر داي الفسيخ. بقيت افتح بقى كلها ريحه زفاره، في زفاره طالعه من الموبايل. بقيت افتح الموبايل اشم ريق وكل واحد. طب ده كان شهر 4 مثلا، كان شهر 4 الكلام ده في شم نسيم وكله بيفسح. لا ده من شهرين كده ولا من شهر في بدايه السنه فاهم. وفجاه المحتوى كله بقى قدامي كله فسيخ. ايوه انا بقيت قاعد هرجع. هو اول الريحه طلعت لي من السماعه بتاعت التليفون. اول فيديو يجي لك من حاجه زي كده بقى لو عملت ليه نوت انترستد في اي حاجه هتلاقيه مش هيجي لك تاني. لا ما هو انت شفت واحد فضرب لك المزرعه كلها. لا هي الفكره ان هي ضربت عند كل صناع المحتوى كلها ضربت حتى عند النضاف. هي طلعت مع الناس كلها، طلعت مع موسى وطلعت مع ام خالد وطلعت مع مش عارف ام مين وطلعت كله ظهر له الفسيخ وكله جاله الفسيخ. كله اشترى الفسيخ. وده في ناس في اليوتيوب جربت الفسيخ بتاعها. ناس كتير كمان في اليوتيوب جربت الفسيخ بتاعها. فانا فجاه بقى انا ريحه زفره كلب. كامبين بيبقى كامبين وداخل علينا وعفانه طالع من التليفون. في كامبين داخل علينا في حد. يعني ام خالد هي كشخصيه انا بحب المحتوى جميل ونقعد نتفرج على خالد ربنا يديله الصحه والمحتوى جميل. ليه كل يوم فسيخ وعدس يا وليه؟ انا زهقت. فعلا هي الناس عايشه معاك ازاي؟ عيب.
كل هو يوم السمك حلو وكل حاجه والاسماك كل دي يوم حلوة، فسيخ. بس يا مش نهار كل يوم أزرق. صراحه. لا 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 يمكن لا. بتوزعوا يا عم. انا ما اقدرش اعيش يعني دي أنا على ما قصدك باكلش انت. الكلام ده، بس لو حد مثلا هعرفه مثلا وعاوز ياكل الكلام ده ما ياكله، انا ما عنديش مشكله. ايوه ماشي، ما انا بس خبره. مش كل مش يوم. كل يوم لا. لا لا لا، هتموتينا كده يا ام خالد، عيب مش بقى. هينفع. انا ممكن اتاجر فيهم بس انت مش. لا يا جدع يا نهار لا لا لا. ايوه لا. مش كل يوم فسيخ لا. كل يوم صراحة. كل يوم فسيخ، كل يوم فسيخ. طب ثواني، هو المحتوى بتاعها كل يوم كان فسيخ؟ ايه؟ يعني هي بتنزل محتوى كل يوم فسيخ، اللي هو كل يوم باكل فسيخ وكل يوم بطلب كل فسيخ؟ يوم فسيخ وعدس، فسيخ وعدس. طب واللي فسيخ عندها وعدس. انا ما عنديش مشكله مع العدس. في ايه؟ هو إيه اللي كل يوم فسيخ وعدس؟ طب ما ده غلط. انا ما عنديش غلط على مشكله. الصحه يعني، مش غلط على الموت. انا ما عنديش مشكله مع العدس، ها. انما الفسيخ كل يوم ده ليه؟ الناس اللي بتتفرج ما زهقتش حتى؟ إيه؟ اللي بيتفرج ده ما زهقش ان هو كل يوم فسيخ وعدس؟ يا ما فيش حبيبي. حد قال لها الكلام ده صح؟ يعني يا ريت بقى فكك من الفسيخ والعدس. اللي هو كل يوم. كلت اخطبوط ني، ايه ده بقى؟ جابت جمبري ني وكلته. سمك هي بتحب الزفاره يعني. بص هي غاوية. انا في حلقه السمك هو في ايه؟ ايوه ايوه. برضه بشم من الفيديوهات ريحه زفاره وانا ما بحبش السمك. ساعات فيديوهات دي بتطلع ريحه مش تفهمش ازاي. هو انا من كاره السمك. ليه انا غير السمك؟ ما بحبش اشوفه ولا بحب اشم ريحته. امم فيطلع لي صوت وصوره على النت ليه؟ وتلاقي ريحه ظهرت لك في الفيديو. بتلاقي ريحه. يا جدعان كفايه سمك، انا ما بحبوش، فما تضغطوش عليا. وبرده الناس اللي بتطلع بقى في المطابخ، يطلع في المطبخ بتروق ولا بتعمل مش عارف ايه، شغل الناس اللي بتطلع تعمل او مش دي الروتين اليومي. الروتين اليومي الروتين والشغل اليومي ده. ده كان جات له فتره بس. ما هو لا موجود. لا في الفتره الحاليه لا. موجود والله على اليوتيوب، والله موجود. ما ما بقاش هو زي زمان. مش الفكره، هو موجود لان هو حتى لو بيجيبوا فيديوهات قديمه ما بيعملش جديد، كان في ناس بيجيبوا. بتستغل الموضوع بتعمل حاجات. هم أصل- لما بدات الناس تنضف وبدا كل واحد يطلع بحاجه وسخه على النت، يقوم ايه جاي ملبوب يتلبى يروح. ايوه يشوف عقوبته ايه على اللي هو عمله. فالناس بقت تتلم، مم. ما بقتش كتير زي زمان، لان ايه بقت تلسع جامد دلوقتي، بقت ماشي طول كتير. وده صح. انت ماشي. ما تجيش تنشر لي القرف ده. انت عملت حاجه غلط، تحمل عواقب افعالك. ايوه. لانك انت بتنشر حاجه زفت. ما هو الطبيعي انت ده غلط لحالك، ما تنشرش اللي انت بتقوله. تنشر الحاجه اللي زي الزفت دي، فما يعني هيتعمل ايه؟ لا ما غلط، يعني غلط تنشرها. يا ما وكفايه. والناس اللي بتحاول تشهر الحاجات دي بلاش. ما هو الخرا بيتشيك بسرعه. يعني ما دي بلاش. أسوأ بقى. يعني الناس بتحب الهبل ده ازاي؟ انا مش فاهم. يعني انا هي بتحب- البت سوزي دي، قسما اللي بالله بتطلع انا مش قادر اسمع اللي هي بتقوله. ما هو غلط يعني. عمر استحاله ما شفتش حد في مش ان هو قادر كده. اسمع اللي هي بتقوله. يعني شوف بقى، انا كواحد كان ايه القرف ده؟ انا واحد كان علاقتي بوالدي الله يرحمه كانت عادي اصحاب، بس مش توصل ان احنا نشتم بعض او نقول لا مش كده، فاهم؟ وهي صوتها مستفز وشكلها أيوة. مستفز غلط. وتصرفاتها مستفزه مهما كان حالتك ما ينفعش تشتم. وحاجه كده يعني. طب تكسر كل حاجه. لا عيب الشتيمه دي عيب والله، عيب أيوة. والله. ده عمر ما دي كانت مصر، وعمر وده دي إيه؟ كان الناس اللي متربيه طب دي محتوى ايه اصلا؟ هي في التربيه الجواز. هنا بس اللي وقعت، ده 1%، مش كل اللي بيحصل أيوة في مصر أكيد. بالطريقه ولا المقرفه دي. 1%. طب هي بالنسبه لها ثواني، هي محتواها بتعمل ميك اب ارتست ولا بتعمل ايه يعني؟ ولا بلوجر؟ بلوجر زي ولا اي حاجه. ولا اي حاجه برضه. ولا اي حاجه. ده ليب سينك. هو الموضوع من بدايته كان زي الخرا. كان الموضوع اصلا من بدايه شهرته كان زي الخرا. هي عندها مش عارف 14 سنه ولا كانت كان ده كام، وواحد صاحبها ومصاحبه واحد وعملت انترفيو مع الهوا واتصلت بيه عشان يرجع لها. حوار ابن وهي وسخ عندها 14 سنه. ده حاجه كده هو ده اللي ابتدى القرف ده. هو اللي ابتدى هي القرف ده اللي ظهر الناس منها. على اساسه. ممكن يكون الناس عملت رياكت بنيه الضحك، بس في الاخر الموضوع ده انتشر. هو الناس بقى بيخش على حاجه غريبه. انت اللي زي كونت هذا الكائن الطفيلي اللعين. في طفيلي تاني برضو موجود، اللي هي يا بيبي ويا بابا، اسمها ايه اللي بابي؟ كان؟ لا ده خلاص كده. ماشي اختفى اهو، بس ده كان طفيلي برضو بس ظهر. انا بقول لك على حاجه. ما دي الفكره. الناس دي هي خلاص هي بتقف فيها فتره. انت هتوصل لفتره البيك بتاعتك في التيك توك. ما هو لا، البيك لا، انت كل شويه يا باهر. التيك توك ما بقتش ازيد من شهر. ما بقاش حد ماشي، هيطلع هتلاقي أكيد. واحد تاني على طول، هتلاقي واحد تاني على طول، ماشي انا فاهم. هتلاقي واحد تاني. هو كل شويه كل شهر هتلاقي حد بيطلع لك زهره كده فجاه فايرال واختفى. انت عارف ان هو بيقول لكن- لك في المستقبل كل حد هيبقى مشهور. كل حد في المستقبل ما هو سهل، هتبقى بقى خش هتلاقي فيها. فاهم؟ انا برجح النظريه دي ازاي بقى؟ ان كل حد هيبقى مشهور، ان الناس فعلا كلها هتتجه اللي هو التكنولوجيا بتاعت النظارات والكلام ده.
فانت اوريدي عارف اللي قدامك، انت اوريدي اول ما شفته طلع لك بياناته كلها، ففعلا كده هيبقى كل ما هو- حد مشهور، كل بس- حد علم. هو غلط يا بارد ان انت فاهم؟ تبقى في البرايفسي بتاع الناس هتروح وانت. هيبقى هو مش ليه؟ كل الناس عايزه تكون كده، كل الناس عايزه تكون بابليك فيجر او تكون لا. مشهوره. الناس في ناس كتير فشخ عاوزه تبقى بابليك فيجر وعندها حلم الشهرة، الشهرة وعندها موجود. حلم كذا وعندها حلم كذا. هل انا ما عنديش حلم الشهرة؟ اكيد انا عندي حلم الشهرة. امال انا بعمل بودكاست ليه؟ يعني عايز يعني انا بعمل أنا ايه فاهم، بس بقى؟ في ناس ما عندهاش الفكره ان انا مش عايز اتشهر، انا عايز اكون مع اسرتي في حالي وماليش دعوه بالوقت. في رجال اعمال ما بيحبوش يظهروا في اعلام مثلا. ماشي في ناس ماشي، فاهم؟ لا، هو اتجه من اساس لهذا المجال. هو بره الفيديو انما او انا مش بره جاي الظهور. هنا، انا مش ما انا جاي فاهم. هنا. ما انا قلت في ناس في الطبيعه كده وما بقاش كده برضه، ما هو كل حد بيحب اكيد بيبقى عايز يعمل في بيرسونال. ناس عاوزه تتقال اسمها، الناس عاوزه تتقال اسمها فعلا. مم. ودي اقول لك على حاجه من احسن الحاجات، انك تحلم انك تكتب تاريخ. ان شاء الله ما تتحققش، بس تحاول ان انت تعمل حاجه تكتب فيها تاريخ. ايوه فاهم؟ ميك يور هيستوري. احنا دخلنا في العميق منه لا خلاص زي استاذ تامر الجيار في اخر حلقه كده مع تريبلز، الحلقه كلها عميق، ما هو بص يا باشا، ويقعدوا يتكلموا في العمق. بالنسبه للاستاذ تامر الجيار بعد أستاذ اذنك، تامر. هو انا مع شخصيا انا ما اعرفوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، تامر الجيار زمان كنت انت هو لو كان لغى الحاجه القديمه، فالمشكله انها بتظهر لي بمعنى في حد بيعمل رياكت عليه او حد بيسف بس عليه، انا عاوز اقول لك او في حد مثلا بيسف عليه او بيهزر معاه، بيعمل اي حاجه كونتنت عشان يتشير اكتر، فبيعمل على الحاجه القديمه بتاعته. فاهم حاجه؟ فهو بيغير لانه بيطور نفسه كشخصيا، بيبقى هو هيطور نفسه لحد ما يوصل لحاجه كويسه. صح؟ الكونتنت بتاعه بتاع زمان جايز يكون مقصود، بس هو جودته كانت وحشه، اكيد الجوده كانت وحشه، بس الكونتنت جايز كان ممكن يطلع منه حاجه حلوه، وهو طلع منه حاجه حلوه بس بطريقه مختلفه. هو كان عاوز يلعبها دراما، هي طلعت كوميديا. ما دي الفكره بقى، ان هو طلع فتسفت عليه. فطلعت حلوه، طلعت حلوه يعني طلع حلوه كوميديا وده ما كانش اقول قصده. لك على حاجه استاذ، اكيد هو يذكر الظروف اللي هي خلته يعمل المحتوى القديم ده، لان بناء عليه بدا يتشهر دلوقتي في محتواه الحالي، وممكن اللي هو يكمل محتوى طبخ. الطبخ، ايوه محتوى الكلام الوعظ والكلام ده. هو راجل كبير على فكره، ما هو هو الطبيعي. 45 سنه ولا 46 ثواني سنه. بقى، هو الطبيعي كده. انت لو جيت معاك دراما قلبت كوميديا خلاص انت ده غلط. والراجل ده في انت منتهى قفلت. في منتهى الاحترام والذوق اللي في الدنيا على فكره، بعيدا عن الشخصيات ما انا اللي بقول لك لا، بيحاول يلعبها. ماشي ما قلناش حاجه، بس هو كان حلمه يمثل، وتقريبا طلع في مشهد في تمثيليه لآسر ياسين. مش هتركب الشخصيه خلاص. انت هو كان عايز يعمل دراما، جت كوميديا مع الناس، فمش هتركب معاه غير كوميديا طلع خلاص. في مشهد مع آسر ياسين في التمثيليه، وليه وايه يعني ما تاخدوه يمثل؟ ما انتوا بتجيبوا ناس تشتغل جردات وبتاع، خلوه يمثل وادوا له حته بتاع، ما انتوا خليتوا كرام مشاكل يمثل على فكره. ده الفيلم اتوقف. الناقد لا ده في ناس اتعرض المشهد بتاع كرام مشاكل، ما هو هيتعرض عادي. الناس المخرج ومش عارف مين بيقول لك انا تفاجأت بأدائه لانه اداء طبيعي جدا. ما هو ده فبيقول لك ده انا كان عاجبني الفكره بتاعته. ايوه ما هو بتاع كرام مشاكل ما هو جايب واحد بشخصيه، هو كان ديلر، كان طالع كان طالع طب تقريبا. ماشي هو ما عملش جديد يعني. فهو ايه، كان عاجبه الفكره وكان عاجبه الاداء بتاعه، وجايز فعلا يعمل كده. بص مش لازم الممثل يبقى أيوة ممثل ماشي، هو خطير بيعمل ما هو دراما الفكره هو مش جايب واحد بيعمل. يمثل. انت لما بتيجي تاخد النماذج دي من المجتمع بتعمل انجيجمنت مع المجتمع ذات نفسه. ما هو الفكره لاحظ- باهر، انت لاحظ. لما تجيب ممثل عشان يمثل لي دور ديلر، انا مش عايز ديلر يمثل لي دور. هقول لك على حاجه، لاحظ ان الافلام ما بقتش تشاف زي زمان. لا اللي ممكن يعمل لك دعايه للافلام هم الناس بتاعت التيك توك. ما هو ده للاسف ان انت بقيت تستغل الشاب في التيك توك، ان انا اجيب شباب التيك توك يلا ماشي عشان نعمل هي فيلم فرصته او كده، هو ربنا كاتب له ماشي، ان أنا هو فاهم. يروح في الحته دي. بس انت هنا ما بتلعبش بقى ان هو عنده وجايز موهبه لما او يروح في كده، الحتة فهو دي، جايز لما يروح في الحته دي يبقى حلو، ما تديله الفرصه. ايوه يعني انا فاهم، تديله ما الفرصه. قلناش حاجه، اديله فرصه، بس انت اهله الاول تعليميا، ان هو علمه ان هو ازاي يمثل، علمه ان هو بيمثل. فاهم؟ ما تروحش ان انا عايز اجيب ديلر فاجيب ديلر فعلا يمثل. انا هقول لك على حاجه الناس بتاعت هقول لك بقى، الناس بتاعت المحتوى بتاع التيك توك ده بتعرف تمثل فعلا. ماشي، ما دول ما عندهمش رهبه الكاميرا او رهبه البتاع، لان هو اوريدي قاعد قدام كاميرا، قاعد وهو بيشخ في الحمام فاتح لايف، فهو مش فارقه معايا. فهي مش فارقه. تسمع صوت الزرطه وتسمع صوت البطه وتسمع مش اللي فارقة معاك بتتخانق كده مع كده. ابوها وماما بتجيب البصل مش عارف منين.
وبياع التوك توك، بياع توك توك ايه بياع التوك توك يا نهار ازرق، بياع الطماطم واقف تحت البيت ايه طماطم بلح، ايه ده يا طماطم يا كريز. هو كان بيقول ايه؟ استنى، هو بيقول لك، هو كان بيقول حاجتين مالهمش علاقه ببعض، يا طماطم يا كريز يا بلح يا بس هو بيع طماطم، اه يا طماطم يا كريز، يا دي الطماطم اللي معايا، يا بلح يا يا ينايح. جزر حاجه زي كده. هو في النهايه بيبيع طماطم. كان في جزرتين بيبيعهم ولا لا هو حاجه؟ بيبيع طماطم بس هو كان بينادي بمناديه غريبه. مفيش مشكله. احنا كنا في الامهات صح؟ كنا في الامهات وخلاص خلصنا لا لا الامهات. لا يا لهوي، لسه في امهات تاني؟ خلصت مين يابا؟ في حبيبتك في مواجيع، واتشي المواضيع اللي بتطلع تلف في وش تطلع تدفع الناس دي. لا ده كده. كل ما تشوف حد تلف في وشه برضو انا ساعات ببعد التليفون عن وشي بسبب التفاف. مش حاجه تيجي فيك برضه عشان حفاظ برضه على المسافات وكده. ام وديع برضو من الشخصيات المريبه. ليها فيديوهات عاديه ولا كلها لما بتتف على الناس فوق؟ إيه؟ في حاجه من غير تفاف؟ لا هو حاجه ما تغيرش كلها بترطشها. انت زعلت ان انت ما تفتش الفيديو اللي فات، طب خد اللي هي لازم وليه تاكد يعني. بالراحه وليه وشي. انا خايف تكمل في الكونتنت ده اللي هو لازم تلف في كل فيديو. لا لا طب وانت نسيب برضو واحده حاليا من القامات العظمى في الامومه، عندها 27 سنه. مين؟ ام ساجده. ام ساجده ايه يا انت حبيبي؟ وحيد كان شريكة وحيد يا حبيبتي وتخش تقعد تزعزق، يا نهار اسود. طب ليه اهدي يا حاج؟ الفكره ان مفيش حد قابل الموضوع بسبب الزعيق اللي هي بتزعقه. ما المشكله بقى هو بيعمل اي حاجه تشد فهو يلا زعق. الزعيق فوق ما تتخيل، لدرجه ان انت ممكن تصدع، ممكن دماغك عادي وداني بتصفر بالزعيق. بس عادي كلها وصوتها حد بطريقه غريبه. هي تعمل نفس الشاذلي على فكره عشان تبقى فاهم. يعني نفسي بس هي تمثل عادي، ما عنديش مشكله، وهي تنفع تمثل، شكلها ممكن يطلع في حتت معينه، ما في الكاركتر ده بيبقى مطلوب برضه في حته معينه في التمثيل. بس على فكره ده كاركتر يعني، هي دي مش شخصيتها. هي ممكن وطي صوتك وطي صوتك وتبقي زي توتو. وطي صوتك يعني بالراحه كده وادي. لا ده ثواني، دي شخصيه يعني مساعده عامله شخصيه كده، بس هي طبيعي مش كده. ما شفتش لا انا ما اعرفش حاجه غير ان هي صوتها عالي فشل. كلت شرنجة وحيد وكل الصوت عالي 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 عالي. في الانترفيو اللي كانت عاملاه ده كانت هي طالعه تتكلم عادي، مش والله لا هي بتتكلم كاتش بار، هي طبيعي كده. هي تشكات مولوده في السيدة زينب يا اسطى. احلى تحيه للسيدة زينب عشان ما يضربوناش. فاهم؟ مولوده في السيدة زينب وهي بتتكلم كاتش. هي من هذه النوعيه اللي انا ما بحبش اسمع الصوت ده. الصوت ده بيجنن. الصوت ده بيجننه يا طه. حاضر. فالموضوع بيبقى صعب قوي في موضوع الزعيق بتاعها ده. ودي في بقى غير مساجده في هناك بقى ايه الام المثاليه زي ما الناس رشحوها ان هي تبقى الام المثاليه في جميع الدنيا. ام عمر. مين ام عمر؟ ده واد عمر ده ولد اصلا. ابو عمر. عارف الراجل العمر اللي بيتكلم في رجلين الاثنين ده، اللي بيعرف على التليفون، الراجل اللي بيشجع الاهلي ده؟ لا ما اعرفوش مين ده. عارف بيرفع رجله يتكلم فيها في التليفون ويرفع الرجل الثانيه. ما هو رجليه مكرونه. لا والله زي بتاع كاس اسمه ايه فام عمر دي اخوه الواد دوري ابطال ام عمر دي اخوه اصلا. ام عمر اصلا اخوه اخو عمر. وعمل اكونت ويلبس الطرح، بيلبس الخمار وليا. قسما بالله وليا. ما زي فنانين كتير عملوا دور سيدات عادي. لا بس هو بخمار وليا والبنات بتتخض منه جامد ومش عارف ايه. ده اللي قال لك ده اسمها ايه؟ انا في واحد كان بيعمل انترفيوهات، كان اول مشروب اسلامي سبيروس باتس. ربنا يعوض كل مشتاق. ده اول مشروب اسلامي وما تعرفوش فوائده على الكلى، وفتحت بتاع انفجرت فوق. هي دي ام عمر. لا الواد ده مسخره برضه. لا كتقديم كاركتر حلو، بس خلاص بقى ما تمسحش يعني ايه. خلاص بقى حاول تقدر تغير، هتقدر تعمل حاجات كتيره جميله. المفروض يعمل بس انت بتمسخ. يعمل نفسه، يعمل ابو عمر. ايه يعمل عمر ولا هو اسمه الحقيقي ايه الولد نفسه؟ هو اسمه لا مش فاكر، ما اعرفش. انا عارف ان اسمه ام عمر. ايه ده؟ يعني شعر الكاركتر وهو نفسه ما حدش عارف. انا ما اعرفش اسمه الصراحه، ومش مهتم ان انا اعرف الاسم. بس قشطه خليها ام عمر مش مشكله. حطها في الصفوف الاماميه.
ممكن يبقى في منه امل. كفايه كفايه امهات. كفايه يا امهات. اسطى الامهات جميله ايه وطلع. لا كفايه امهات. ما هو المحتوى كله بقى امهات. تمام، بس هو نفس التكرار بقى. انت ما هو تكرار، هو خلاص كلهم كرروا بعض. بقيه المحتوى محمد عبعاطي وجي ايه تحت فانا مش شايفه. زي الكابلز، محتوى الكابلز ده اختفى ولا لسه موجود برضو؟ كابلز اللي هو اتنين متجوزين او اتنين عاملين محتوى. ما اللي هو ما ده صباح موجود الخير. بس احنا ما بيجيش. انا بيطلع لي شويه ناس طالعه من البلاعه. يطلع لي ناس طالعين من البلاعات بقى، الناس اللي هي طالعه من البلاعات، وانا ما كنتش بجيب غير النجمه. انا شفت واحد سارق فرخه وعايز يبيعها في اول يوم عايز ياكلها اول يوم رمضان، وبيقول له خزنها. في فيديو على تيك توك لقيته قدامي مش عارف بتاع مين. فايه ده؟ في منتجعات. لا هو بيمثل اللي هو انا سرقت فرخه، فهو طالع يقول للناس اسرق الفراخ او في فاهم. ده المحتوى بتاعه واكلها اول يوم رمضان. في شويه مستنقعات كده بتطلع ايوه ليه؟ منهم مثلا في برضه حوالين هذه المستنقعات يتصدرها الاستاذ بودي مارلي. فاكر نفسه هو من المستنقع فعلا. كان في مره والله قاعد على الحمام وهو شعره طويل واصل لركبته. فبقول لك الناس بتسالني انا بشخ ازاي. والله العظيم. ايوه في حمام قسما بالله الحمامات العموميه انضف منه. وقعد وقام شد الشعر بتاعه الكبير ده حطه على البتاع، وهو بقى استغل موضوع ابو ايمن وكروان وراح جاب ابو ايمن ذات نفسه. ابو ايمن بالانتر. هو جاب ابو ايمن بالانتر يرقصوا معاه. كان مريب. ما هو شرط ما حلقوش ولا لسه؟ حلقوا يعني حلقوا وبتاع بس. ما هو كنت بتاع شعر برضه انت فاهم. خلاص ما هو خلص الكونتنت ده وبقى يجيب ابو ايمن وبقى يجيب الولايه اللي كانت مع كروان دي اللي هو بيتهمها بابو ايمن، وبيجيب الناس الغريبه وبطاطا ويعمل بودكاست بقى هو كمان. لا يعمل ايه؟ يقول لك انا بيغني في الافراح، بيقول لك لو عاوزني اغني لك في الفرح اتصل بيا. بشعره ولا من غير شعره؟ ما بيغنيش اصلا، هو بيجيب شعره، بيجيب اغاني مهرجانات ويقعد يحط بقه مش اهم حاجه شعره. ما هو شعره ده اللي هيبين ان هو جه. لا مش الكلام ده. ايوه بيلبس زعبيط كده غريب. لا ما استفدناش في حاجه. ونضارات مريبه على شكل صوابع، بيلبس حاجات غريبه، بيلبس حاجات مالهاش علاقه ببعض. يوم لابس لك تيشيرت مثلا اللي هو تحس انه ما بطش عليه كلور والوان ايوه بتاع ده. شغال بتاع ابوي. ويلبس بنطلون اصفر مثلا ولا حاجه ما بتاع، ويلبس كوتش احمر على البنطلون. لا ايه ده؟ ويلبس فوق ايس كاب ملون الوان الدنيا والاخره. كلاون ونضاره كده كلاون. انا شايف بقى نضاره زرع كبيره، نضاره خضراء، نضاره بتنجاني، نضاره الوان اشكال والوان مريبه. طب ما هو لابس نظارات واشكال والكلام ده، انا كده جايب كلاون بقى. ويقعد هو كلاون فعلا يعني. ما هو ماشي، هو ده شخصيته خلاص، هو يطلع كده. ما هو ده بقى من ضمن الحاجات اللي بتطلع لك في المستنقع. لا انا الناس دي استحاله اعمل فولو لاي حد اللي هو مش هتابعه فيه. هتفرج على ايه جوه؟ ايه مش هتفرج على حاجه. واحد طالع هتتفرج على حاجه وما تفهمش الناس دي طالعه عليه. زي ما هو من ضمن كان هذا المستنقع استاذ نيستون. ايه ده نيستون، وده بيلعب في مين؟ بيلعب في ميسي. المشكله الحاجات دي اقول لك بيلعب فين؟ يعني اقول لك بيلعب فين؟ هي كوميديا للاسف. الحاجات دي فيها ضحك يعني. الناس لا ده كانت طالعه في منتهى العنطزه والنرجسه اللي في الدنيا، كانها مدام نرجس. تقول لك انا محتوى وبعمل ايه. طب انت شهرتي بايه؟ شهرت بنوستون. نوستون ايه الشهره في جات ناس وهي طالعه في منتهى بقى وايه ده. انا كانها عملت انجاز تاريخي بالنسبه لها. ايوه انت اكيد بس الفيلم الفيل الازرق مثلا، هي عملت الفيل الازرق كله. كانت طالعه الفيل. هي كانت طالعه الفيل فعلا في الفيل الازرق. فاهم حاجه في منتهى الخرا. ما لا ده انا ما عملتش الكلام ده. وكان في برضه بس ده الحاجات دي ماتت بقى. في وقت كده كان بيضرب بدماغه. بيضرب ايه بدماغه؟ بيضرب بدماغه ويقعد يلف دماغه كده في دواير. بيضرب بدماغه ويقعد يلف دماغه دواير. الواد ده كان بيضحكني فشخ. طب بيضرب خبط دماغه في الحيطه ولا لا بيقعد يلف دماغه على رقبته كده، بيقعد يعمل كده. ايوه عنده ليونه في الرقبه. بيثبت دماغه ويقعد يهز جسمه كده. ده حلو ده حلو. لا يا عم ده سف ابن كلب. سف ابن كلب. بيقولوا على غيري بيعمل كان محتوى بتاع ايد الخير ده زمان. يا لهوي على ايد الخير. ايد الخير ايد كده ماسكه حاجات ويحط لهم فيهم حاجات وايه ده وحاطين فيها شحية حمير. وما بيديهاش ويبس. فمش ايه ده انت حاطين فيها شحية حمير والبنت تتزعق وتجري. ومحتوى في منتهى العبثيه. في محتوى برضه اتشهر ايام كورونا، ساعه اللي هو اللي يسلم بالايد على الايد وتلاقي تفتح الايد الناحيه الثانيه تلاقي فيها كراميلا وكده. بس بيغيروها برضه عندنا في مصر، بيطلعوا حاجات غريبه في طلع لك الكلام ده. السيجاره هو انت عشان انت بتكوبي من بره. ايوه انت فاهم، انت عاوز تكوبي من بره فبتحاول يا اما تهزر فيها حوار السيجاره والحوار مش عارف ايه والحوار مش عارف ايه،
يا اما هتعملها بطريقه في منتهى السذاجه والسخافه اللي في الدنيا وخلاص مش وهتطلع متقبلة، لأن هي بايت. اصلا شفتها بره يا بلف. ما هو اكيد، ما هو انت شفتها في حته تانية خلاص، فانت بتيجي اه. تبقى فيك، انت فيك يالا. انت فيك فشل، فما تحاول يعني. ما هو ده المحتوى بيجي، في محتوى تاني مفيش بيجي. مشكله ان انت تحاول تعملها، يعني حاول تعملها بس فاهم، خليك كريتيف شويه. ما في واحد تبقاش- في واحد محتوى اجنبي اللي هو ودو في الليفنج، اللي هو الراجل. وات دو يو دو فور ليفنج. ده بيجيب ناس غريبه وناس ايه. عملوه في الامارات بقى، بقول لك الناس في دبي، ما دبي بقول كلهم. لك الاستاذ الكابتن العظيم مكاوي. استاذ مكاوي ده طلع مثلا طوله يجي عند مش عارف اقول لك ايه، عند فخدتي كده، عند فخدتي كده يعني. والله مكاوي ده قد فخدتي، 160. قد فخدتي كله، حجما كل البادي ده قد فخدتي. ماشي، ما هو هبقى افرجك على الفيديو مكاوي ده قد فخدتي. ماشي، هو ده يقعد محتوى. يقول لك وازاي تروق على حماده. حماده ايه يا ابني؟ ماشي انت عاوز ايه يلا؟ ويؤجر بقى عربيات، ماشي. يأجر هي نفس ويأجر الفكرة. نسوان، ويقول لك ده انا عايش عيشه الرفاهيه في دبي. ما هو هو عمال يأجر حاجه. المهم بيبيع كورس، هو في الاخر بيبيع كورس. واحد بيقول له هو انت اونر ولا رنت مأجر ولا مالك في دبي ومش عارف ايه؟ قال له لا انا مالك. قال له طب ينفع تديني تور؟ فهو بيصوروا البنطلون بتاعه مقطوع من هنا. ايوه شفت فاهم؟ المشهد دي. وقال له ماشي هدخلك. واضح ان انت الملك. الواد بيصور بالكاميرا، قسما بالله مكاوي ده قد فخدتي. على فكره شوف حوار وكان بيوري له حوار- مش عارف ايه، بيقول له حوار دي البنطلون التسلية. المقطوع ده، حوار البنطلون المقطوع ده على فكره ممكن ساعات يكون قصده عشان خاطر يتشير اكتر بالبنطلون المقطوع، الناس تشوف حاجه اللي هو ازاي بتقول مش عارف ايه وبتعمل ايه، فتلاقي الحته دي ممكن يكون تتعمل عامل كده بس بتتلعب ما كده عشان تحللهاش. لا هي بتتعمل كده عشان خاطر يفيرال اكتر. اسمع مني، قلت لك قلت لك جوه الصندوق. قلت لك قلت لك في منصبك اصل بص يا باشا، اعتبرها ماشي، فاهم. سيناريو فاهمك. مصارعه. اقول لك على حاجه، لا اعتبرها سيناريو حاجه زي كده. مصارعه. انت دلوقتي لو انت اللي بتصور مكانه، انت البوست ده مش لايف، انت مش طالع لايف، ده انت صباح الخير، ده انا بنزل بوست، فاكيد شايف الموضوع. ممكن اعيد المشهد، اطلع غير البنطلون، اكيد شافه، في حد شافه، اكيد ما شافوش غير لما اروح لا اكيد فاهم. فانا متوقع ان هو فيديو، لا ما عجبنيش البنطلون مقطوع، مش هينفع اطلع بالمظهر ده، هو فاهم ان هو بتاع، انا فاهم قصدي. لا بس هو مش هيعمل كده، هو قصده ان هو يلا. اعتبرها سيناريو مصارعه. لا اعتبرها كنت سيناريو بتفرج على مصارعه، مصارعة. ما كنتش بحبها اصلا المصارعه. انا بقول لك اعتبرها مسلسل. فاهم؟ تمسكش في مش 200 ام المثال. احنا خلصنا اعتبرها الجو، مسلسل. الجو ده بتاع الامارات. ويقول لك بقى هو مش عارف ايه وازاي تشقط مش عارف مين وازاي. هو ده محتوى. ما هو المحتوى بتاعه ان انت في واحد تاني إزاي بقى، في تبقى واحد رشيد. تاني سخيف كده بيتكلم. هو ده عادي، هو ده واحد عادي، بيقلده. هو ده عادي، هو ده عادي، هو ده عادي. ده طلع في ديتنج شو مش عارف ايه، وطلع اللي هو نتنياهو نتنزازو نتنياكو، وكان بيقول كده. ايوه فهو عامل بقى حاجه كده، هو ده عادي، هو ده عادي، هو ده عادي. طب انا احب اوجه بقى هو ده عادي على مكاوي. لا مش هيتعمل. يا عادي انك تقعد تتكلم بتقول لك ازاي تشقط واحده وازاي تبقى كذا وازاي تبقى كذا وازاي تروح على حماده. حماده ايه يا حماده؟ بقول لك انت قد فخدتي. حماده ايه يا حماده؟ انت قد فخدتي بقول لك. هو بيبيع كورس والله، هو في الاخر بيبيع الكورس بتاعه، اللي هو انا عامل كورس يعني، فاهم. إيه؟ هعمل كورس، بيعمل كورس ازاي تكون فشيخ، فهو يلا عايز ازاي ابيعه. يكون في شيء ايه يا اسطى؟ ازاي يكون يا نهار ازرق، في الجوافه. يا نهار ازرق. انت عارف ان مثلا، لا بس مش هقول الفكره دي ولا اقولها. قول ولا يهمك. انا ممكن اشخ في الاسبوع وزنه. فعلا فعلا. ما هو الدره لما كان معايا بيقول له طبيعي انت شايف حجمه صغير ازاي. بوم في منتصف الجبهه على طول. والله الفكره ان الدور ده اصلا مش طويل. برضه يعني الدور ده برضه ايه، يلا. اللي هو بيقول ده طبيعي ولا لا، قال له انت طبيعي طبعا، انت مش شايف حجمه عامل ازاي. على فكره اغلبيه الناس اللي انت ممكن تكون شايفهم ان هم اجسام وبتاع، لما تيجي تشوف في الحقيقه هتنصدم. ايوه ما هو اكيد هتنصدم من الاحجام. وانا مش انا ما اعتبرش نفسي عملاق، انا مش عملاق. لا انت هتبان اطول في الكاميرا انا مش لو عملاق. انت عايز تصور. انا مش بني ادم عملاق، لان في عمالقه اكتر مني بكتير وببص لهم لفوق برضه. ايوه اكيد فاهم. والجيل الصغير العيال طويله فشخ. اطول. ايوه يا نهار ازرق، انت عيل صغير ازاي يالا؟ هيلعبوا سله.
السله تنتشر. العيال انا بقول عليهم طويله، انتوا ما تعرفوا تقولي هتبقى تفهموا الموضوع. انا بقول على العيال دول طويله في ال 190 وال 200 200 ايه ده 200 وشويه ايه ده عدوا ال 2 متر. فاهم. ضربوا فوق. طب في حاجه في سر في الحوار ده ان هم ضربوا الجيل الصغير بيضرب طول؟ دي الهرمونات بقى، وتنقل الجين برضو، تحسن الجين، فالعيال بتطلع طويله فعلا. العيال فعلا في عيال كتير قوي صغيره دلوقتي طويله بغباء مش طبيعي. أيوة. انا كنت في جيل اعتبر طويل. ايوه في جيل كان انا في جيلي انا اعتبر طويل حلو فاهم. حلو انما دلوقتي لا ايه الاحجام دي؟ دلوقتي اطول عد. الاحجام بقت فظيعه. انما اللي انت بتشوفه بقى معضل وبتشوفه جته ومش عارف ايه، قسما بالله على الواقع هو جته والعضله باينه والدنيا بيبان كان هو ايه فيزيكال شكله حلو. ايوه. انما كاطوال وكاحجام ايه ده؟ ايه الاحجام الميني سايز دي؟ ما هو اصغر بقى. بس في احجام برضو مش هتجيب البيج رامي، يعني مش هتجيب الاحجام اللي هي البيج رامي قصير فشخ. قصير بس جسم يعني. قصير فشخ. كان موجود هنا عندنا، كان بيفتح محل مش عارف ايه، بيفتح دعايه في محل بتاع بروتين والكلام من ده. قصير فشخ. هي ما تفهمش بقى طول الاطوال دي ما بتظهرش في لا هو اصلا المفروض البادي بيلدر ما يبقاش طويل. ايش والويت ليفترز اللي هم رافعين الاثقال برضه ما يبقوش طوال. كل ما بيقرب من الارض بتبقى نقطه ارتكازه قريبه للارض، فبيعرف يشيل اوزان اعلى، فبالتالي يقدر يحسن من الشيب بتاعه اسرع، كهو لو بيلعب جيم ولا بتاع. فكرتني بالحوار اللي هو الاوزان ولازم ما ينفعش يكون طويل. كان فنان محمد هنيدي في مره كان قال ان هو صغير كان عايز يروح يتمرن او حاجه زي كده، فخلاه يشيل اثقال وهو صغير، كان بيشيله حمل كبير فايسر اكتر. والى هنا كفايه تقول نهايه هذا اللقاء الشيق المليء بالطخ. سلاح